هو احنا ليه فقدنا احترامنا لبعض قوي كده؟ تحس كده ان احنا بقينا قاصدين نتعامل مع بعض بشكل عدواني في الشارع بقى وفي المواصلات، حتى كمان الشغل. عامة بقى معظمنا اسهل حاجة على لسانه الشتيمة، نسينا خلاص كلمة لو سمحت ومتشكر وبعد اذنك، مع ان كلمة لو سمحت وبعد اذنك ومتشكر اللي بيقولها عمرها ما قللت منه. لو نزلت الشارع النهاردة أول حاجة هتقابلها صوت الخناق، ده بعد طبعا صوت الزحمة. دايما هتلاقي كده اتنين بيشتموا في بعض، وواحد بيتعامل مع التاني بشكل كأنه مش بني آدم. غالبا كده بقت بعض الناس فاكرة ان الرجولة انك ترد بقلة أدب بدل ما ترد بأدب. كأننا كده بقينا مستكبرين نقول لبعض كلمة حلوة، أو تقريبا كده تعودنا ان الغلط بقى هو الطبيعي. ده غير كده تريقتنا على بعض طول الوقت، الشخص اللي مش عارف لازم نتريق عليه، والشخص المحترم نقول عليه طيب زيادة عن اللزوم. تحس ان احنا بقينا نأنب ضمير المحترم على انه محترم. على فكرة فكرة انك تمسك اعصابك قبل ما ترد دي في حد ذاتها قوة، وعلى فكرة بتسيب انطباع حلو للناس. زي كده لما بتقول لحد شكرا او بتساعد حد بدون مقابل. انا عارفة ان كل حد دلوقتي بقى يقول ما هو ده الامر الطبيعي، بس انا عايزة اقولك حاجة، ما تبدأ. يعني لو قررت ان انت اللي تبدأ بالكلام ده، ما يمكن الدنيا تبقى بيك انت بخير. في الاخر عايزة اقولك ان احترامك للناس عمره ما هيقلل منك، ده هيكبرك في نظرهم ونظر نفسك. وصدقني لو كل واحد رجع الاحترام تاني في تعامله بينه وبين الناس، والله هترجع لبلدنا تاني الروح الحلو. فيا اخي ما تبقاش يعني كده يعني، وابدأ.